بديت أول حاجة بالحشوة، شعلت النار تحت المقلة ودرت فيها تقريبا 3 مغارف كبار تاع زيت، وشوحت فيهم زوز قرون تاع فلفل حلو وبصلة كبيرة قصيتهم كيما هكا قطع صغار. خليت الخضرة هدية تدبل مع رشة تاع ملح، ومن بعديكا كي بدا يدخل لها طياب زدت عليها نصف صدر دجاج رحيته في المكسار مع 4 فصوص ثوم. واكيد يعني ممكن ديروا الفلفل بالالوان، تدخلوا يعني الفلفل الاحمر والاصفر، انا يعني كان عندي غير الفلفل الاخضر على هديك درته غير هو. كي حليت هذاك صدر دجاج تبلت بنص مغرف صغيرة كل من ملح وفلفل كحل وكركم وكمون وراس الحانوت ومغرف صغيرة تاع توابل الشاورما. خلطت المكونات تاع الحشوة كيما هكا مليح، ومن بعد كي طابت لي يعني الحشوة كي وجدت كيما هكا دبالت هذيك الخضرة يعني وصدر الدجاج طاب، زدت عليهم مغرف صغيرة تاع هريسة وربع قطع جبن أبيض. حليت الفرماج كيما هكا في الحشوة وطفيت عليها النار وخليتها تبرد ورحت نحضر في الكريمة. واللي درت فيها مغرف كبيرة تاع زبدة، حليتها كيما هكا مليح يعني سيحت هذيك الزبدة، ومن بعديك زدت عليها مغرف كبيرة كيما على قد يعني الزبد على قد الفرينة. حطيت أنا مغرف كبيرة كيما قلت تاع فرينة طيبتها كيما هكا مليح، ومن بعديك زدت عليها كاس تاع حليب بارد الكمية بالمليلتر هي 200 مليلتر، وتبلت بمغرف صغيرة ملح وفلفل كحل وشوية تاع كمون، وعندي أنا شوية تاع راس الحانوت وفلفل أحمر حلو وهذا وكركم. بقيت نخلط كيما هكا في الكريمة هذه حتى انعقدت لي كيما هكا. طفيت عليها النار وغطيتها بكيس بلاستيكي وخليتها على جهة تبرد، ومن بعديك رحت نحضر في لي ترونش تاع البان دومي تاعي. قصيت الحواف كيما هكا، ومن بعد حليت المربع هذايا تاع البان دومي حليته مليح بالحلال حتى تحصلت على سمك رقيق. انا يعني استعملت زوز انواع تاع البان دومي، درت تاع الفرينه وتاع الفرينه يعني العادي والفرينه الكامله. وكي كملت حليت لي ترونش تاع البان دومي تاعي الكل، خديت مغرف صغيرة تاع فرينة وحليتها في شوية تاع ما واستعملتها كغيرة لهاد لي سيجار هاذوما، وبديت نحشي فيهم بالطريقة هذيا. حطيت شوية تاع حشوة في الحاشية تاع البان دومي، ومن بعديك دهنت بهذيك الفرينة اللي حليتها في الماء وقفلت على الحشوة بالطريقة هذه. وجدتهم الكل كما قاعدين تشوفوا يعني طريقة سهلة ما خدتش مني نص ساعة. حليت يعني حليت لي ترونش وحشيتهم في ميم با نص ساعة. وبعد ما كملت حشيت لي سيجار نتاعي الكل، خديت مغرفة كبيرة تاع زبدة طرية وتبلتها بشوية تاع ملح وكركم وراس الحانوت وتوم بودرة وفلفل كحل. خلطت الزبدة مع التوابل مليح وشعلت نار تحت المقلة خليتها تسخن ودرت فيها شوية تاع من الزبدة هذيا وصفيت فيها لي سيجار نتاعي. انا اخترت يعني باه نطيب لي سيجار هذوما في المقلة، اكيد يعني ممكن تدهنوهم بصفار بيض مخلط معاه شوية تاع حليب والخل وديروهم يطيبوا في الفور. انا يعني حبيت نديرهم كيما هكا في المقلة، اخترت يعني باه نشارك معاكم الطريقة الاسهل والاسرع. كي طابوا لي هذوما لي سيجار من تحت زدت دهنتهم بشوية تاع زبدة من فوق وقلبتهم على الجهة الأخرى وبقيت نحوشي فيهم على الجوانب يعني مام يعني عفوا مع على الجوانب. زدت قلبت هذوما لي سيجار يطيبوا كيما هكا على الجوانب. كي طابوا وتحمروا من كل جهة نحيتهم. ومن بعديك زدت رجعت للكريمة اللي ما كانش ما أسهل وما أبن منها في البول تاع المكسار. يعني حطيت 6 قطع تاع جبن أبيض ودرت عليهم الكريمة هذه اللي بعدها ما بردت وتماسكت كيما هكا مليح، وزدت عليها تنا زوز بايت على يورت ناتور، وحطيت تنا زوز فصوص ثوم قسيتهم شرائح وخمسة مغارف كبار تاع زيت اللي تعادل الكمية بالمليلتر 50 مليلتر. رحيت المكونات الكل كيما هكا مليح في المكسار وسي بون لا كريم هاي واجدة. وقدمت لي سيجار تاعي وهما سخونين مع الكريم ورافقتهم مع ليجوم. وكما عارفين يعني عادة هاد الأنواع تاع المملحات أنايا نرافقها يا إما مع جاري ولا مع ليجوم، وأكيد راح تتماشى مع جميع أنواع الشربات بشكل روعة. وأنني حبيت نفيدكم بالوصفة تاع اليوم خصوصا للأخوات اللي يخدموا وما يكونش عندهم هكا وقت كافي باه يحضروا العجينة والحشوة يعني في وقت واحد. وعلى فكرة يعني قادرين ما مديروا كونتيتي هكا من لي سيجار هادوما وتخبيوهم في الكونجيلاتور وتجبدوا غير قيس ما راح تطيبوا، سورتو يعني في الأيامات تاع رمضان ولا يعني كنت تكون عندكم عرضة تخدموا هكا كونتيتي منهم كيما قلت ويعني تحطوهم في الكونجيلاتور وتجبدوهم كي تجيو راح طيبوهم. أما على الكريمة اللي شاركتها معكم اليوم واللي ننصحكم بها تجربوها على خاطر أي جات متواتية مع لي سيجار هذوما بشكل روعة، وبيان سير يعني راح تتماشى مع جميع أنواع الساندويتشات والمملحات بصفة عامة. والمقادير يعني تاعها اللي شاركتها معكم يعني اليوم يعطاتني كمية ملاحة منها، فضلت لي هكا كونتيتي رافقت بها مام لي فريت وسلطة عطات
عطني بنة تهبل. واكيد اخواتي لهنا القوام تاعها اذا كان يعني تحبوها اثقل من هكا ديروا غربطه واحده بركه تاع لايورت هذاك الطبيعي راح تجيكم يعني سوا سوا. اخواتي لهنا نكون وصلت لنهايه الفيديو تاع اليوم، وان شاء الله يا رب يكون المحتوى تاعنا لاعجابكم، والى الملتقى مع فيديو جديد ومحتوى جديد، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.